ركز معايا. مره بيشنت جالي عايز يعمل فينيرز، تمام، وبعدين قال لي بص يا دكتور احنا يعني حضرتك صور وابرد النهارده، تمام ماشي، واعمل بلاننج براحتك بقى، ويعني واللي يطلع معاك انا مرضي يعني مفيش مشاكل. فانا ساعتها يعني ايه، موضوع البلاننج ده مش بس عشان اعمل ديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر واوريه له ونبقى مبسوطين احنا الاثنين يعني. فانا قلت له مش هو بس، مش ده الغرض من البلاننج. الغرض من البلاننج ان انا اعرف انا هعمل ايه، انا اصلا شكل الفينير وانهي نوع من الفينير هعمله. قال لي يعني ايه انهي نوع من الفينير؟ هو مش كله هيبقى اي ماكس؟ ايه هو الفينير فيها انواع. فهو الحقيقه ان البرد البرد بتاع السنان للفينير انواع، مش كلها ببردها بنفس الشكل وخلاص وامشي. لا، هي كل حالة على حسب ظروفها، وكل حالة على حسب وضعها. انا بعرف انا هبرد من السنان قد ايه، وهبرد منها اصلا ولا لا. يعني سنه داخله لجوه خالص وانا عايز اطلعها لبره عشان تظبط الشكل، فانا هنا انا مش محتاج ابرد منها اصلا. سنان تانية لا فيها مشاكل، فانا محتاج اخد جزء من السطح الخلفي للسنان معايا في البرد عشان اقوي الفينير ويبقى يدوم اكتر. سنان تانية لا الدنيا تمام، فانا هاخد بس الجزء اللي قداماني. طب هل انا الكونتاكت ما بين السنان هاخدها معايا في الفينيرز ولا لا؟ حاجات كتيرة قوي لازم بعرفها من البلاننج. فالبلاننج مهم جدا، ما هياش خطوة ممكن ازحلقها عشان انا مستعجل ولا حاجة. انا دكتور محمد نجيب زيادة، وده مركز مصر طب الاسنان. لو عندك اي اسئلة تانية سيبها لي في الكومنتس ورد عليها باذن الله. سلام.